مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد وورقة ثقافية جديدة. ومعنا الحقيقة شباب واعد جدا، انتوا دكاترة مش كده؟ طب وصيدلة وفي نفس الوقت شعراء وملحنين، فحاجة جميلة ونتمنى لهم التوفيق وهنشوف يعني اهم اعمالكم. الاول اتعرف بيكم. أنا خالد البوهي، عضو اتحاد كتاب مصر، شاعر وناقد، ويعني شباب قوي يعني نص لا يعني راحت على حضرتك. وسام شعيب، أنا صيدلي وملحن. بيكم. طيب اسمع من حضرتك يعني طالما احنا في الأيام المفترجة بقى في رمضان شهود. قال ابن عطاء الله: ونحيبي متصل بسناه، وشهودي يرقى في علياه، لا تذكر أحدا غير الله. فاشهد وتشهد، تشهد سر الكون وتشهد سر علاه. أبصرني بيقينك تبصر شيئا لا تدرك معناه. أبصرني بيقينك تشرب خمرا يسكر ما أحلاه. أبصرني تبصر منزلتي، واعرفني تعرف معرفتي. واستسلم تسلم وتسلم ظلا متصلا بالله. كن ملكا مثلي في الملكوت، ترفرف في يمناه وفي يسراه. كن عبدا مثلي يتعبد، يمضي في إثر خطاه. كن كونا يشهد أن الكون بحول الله. كن كونا يشهد أن الكون بحول الله. الله سبحان الله، وحاجة جميلة والله. حضرتك طبيب، عايز اعرف برضو ازاي دخلت مجال الشعر ومن امتى؟ يعني عندنا كتير اطباء بيدخلوا في الشعر، طبعا على اشهرهم ابراهيم ناجي وفي طبعا يعني كتير معروفين، لكن بلاحظ الحكاية دي ومنتشرة في اسكندرية. قابلت كذا شاعر طبيب. ف دكتور رفيق خليل طبعا في الاسكندريه، وفي كتير يعني هو جراح وفي يعني. فانا عايز اعرف برضه بالنسبه لك. لا، هو طبعا علاقه الطب والعلوم العمليه بالشعر والابداع عموما علاقه وطيده. يعني انت حينما تشاهد قدره الخالق مثلا في ابداع الخالق في الخلق في جسم الانسان مثلا، كل هذا بالطبع سيهذب من اخلاقك، سيجعلك تنظر الى الانسان بطريقه مختلفه. الطبيب حينما يرى الانسان في اضعف مواقفه، الانسان هو مريض في قمة لحظات الضعف الإنسانية التي من الممكن أن يتعرض لها أي إنسان، هذا من المفروض أنه بيهذب من أخلاقه، بيجعله ينظر إلى لقطة إنسانية معينة ربما لن يراها أي إنسان آخر. تأمل فيما يعني الإنسان هو في لحظة العجز الشاعر بيبقى لحظة تأمل. ففعلا زي ما حضرتك بتقول، مثلا لو طبيب أو بتشوف سواء الإبداع أو بتشوف حالات إنسانية، فده بيخلق الشعر. لكن هي الفكرة إن الشعر برضه زي ما هو موهبة ومحتاج دراسة. فهل يعني أنتوا ما بتدرسوش طبعا طول الطب بيبقى طب وخلاص، لكن هل بتثقل ده بالدراسة في وقت فراغ أو في قراءاتك أو كده؟ طبعا يعني ربما انا ظروفي انا الخاصة، ربما انا ولدت في اسرة تحب العلم. انا جدي كان درعميا وابي كان درعميا، فمكتبة الجد الاب ومكتبتي انا الخاصة. يعني انا احب القراءة من نعومة اظافري، وانا يعني اقرأ قراءات متبحرة في الثقافة وفي الادب وفي الشعر وفي مختلف العلوم، في الفلسفة، في الاجتماع. كل هذا جعل مني يعني محبا للثقافة، محبا للعلم بطريقة أو بأخرى. يعني. وأعرف منك برضو إزاي دخلت في مجال التلحين؟ والحقيقة يعني أنا ليا باع مع الموسيقى يمكن طويل جدا. يعني أعتقد أن أنا زي ما بيقولوا كده، أنا وعيت على الدنيا لقيت نفسي بعزف موسيقى. يعني عندك كم سنة؟ كان عندي يمكن أفتكر كان عندي 4 سنين. 4 سنين تقدر؟ 4 سنين، ولكن أنا يعني لدرجة أن أنا مش متذكر أنا مين على مين الموسيقى. يعني انا اعتقد كان والدتي ربنا يمسيها بالخير طبعا وبعت لها تحياتي ولا كل سنه وهي طيبه دلوقتي بمناسبه رمضان. كان عندها في العمل، هي بتعمل في متحف الفنون الجميله، تمام، هو طبعا عارفينه. وكان عندهم هناك بيانو
فكنت بروح معاه وانا صغير. كنت افتكر كنت اتلصص كده واهرب واطلع على المسرح وابتدي اعزف على البيانو. فانا ما اعتقدش ان في حد علمني الموسيقى بالفتره دي، ما اعرفش انا ازاي جت كده. لقيت نفسك بتحب الموسيقى؟ عند الخالق يعني. طبعا مش يعني ايام الدراسه في المدرسه الابتدائي والمدرسه الاعدادي طبعا كنا بنشترك في مسابقات الموسيقى وحفلات الموسيقى، لحد طبعا ما دخلنا بقى الثانويه العامه وعدت المأساة بتاعه التنسيق. وطبعا طالما جبت مجموع كبير فلازم تدخل يا اما طب يا اما تدخل صيدله. كنت دخلت برضه موسيقى وعملت دراسات عليا فيه. يمكن لو عاد بيا الزمن تاني يمكن هعمل الكلام ده، بس انت عارفه الله تلحق تعمل برضه ان شاء الله، ان شاء الله اكيد باذن الله. فطبعا درسنا طبعا في كليه الصيدله، وبعد كده اندمجنا في معترك الحياه، وبدانا نحاول بقى ان احنا تاني نرجع للموسيقى. عملت اي اعمال؟ بدات في اعمال احيانا عملت اعمال، ولكن هي ما زالت اعمال شخصيه. تمام، يعني لسه يمكن ما طلعتش النور، يمكن ما عملتش اعمال لحد معين، انما في اعمال مقطوعات موسيقيه. في مقطوعات برضه لازم تكون درست، يعني مش معقول تقولي انك لازم تكون متعلمه. ما درستش الموسيقى كدراسه اكاديميه، ولكن ده ما يمنعش ان انا حاولت طبعا ان انا اتثقف وان انا قرات في الموسيقى وقواعد الموسيقى واصولها. تمام، لان طبعا الموسيقى هي موهبه، ولكن الموهبة عندما تثقل بدراسة أو بتعليم، حتى إذا كان التعليم ده مش أكاديمي، تمام، شرط أكاديمي، المهم المعلومة توصل بأي طريقة، قراءات أكاديمي أي حاجة. طبعا فبتبقى شيء إلى حد ما مفهوم وبتقدر توصله للناس بشكل أفضل. كويس. نسمع شعر تاني. طيب، المقعد هي رسالة لروح المرحوم الدكتور علي زكي. وما زلت تجلس في المقعد، وما زلت ألقاك طيفا نبيلا تغلغل في خاطر المجهد، وألقاك في كل صبح بوجه طليق، ومن خلف ذاك الدخان الكثيف أراك تهين وتضحك من قفشة لزميل وتشرب قهوتك المستلذة. قلت الذي كنت قد قلته، قلت الذي كنت قد قلته في زمان تبخر في لحظة، لم نعد نحتمل ما يجيء من الحزن في اليوم أو في الغد. مضى كل شيء وأبصرت من خلف صمت الخشوع عيونا تلاقت على الموعد، وأبصرت خفق القلوب اللواتي تشظت حنينا يعانق ذا المشهد، وأبصرت بوح الوجوم الذي يلاحقنا كل يوم ويرنو إلى الطيف والمقعد. جميل ده، يعني انت واضح ان انت يعني عندك وفاء. يعني أستاذ الدكتور علي زكي كان انسان يعز علينا جميعا، كان رئيس قسم الانف والاذن في مستشفى راس 60، وكان انسان فاضل جدا. فوجئنا بوفاته من ده يعلم الناس، يعني حالة زي كده يعلم الناس ان قد ايه الواحد لما بيكون سيرته طيبة ومعاملته طيبة، حتى لو جاء قضاءه وقدره ان هو توفى، بتبقى هذه السيرة ويبقى هذا الحب، ويجي زي الدكتور كده ويبتدي يتكلم عنه ويبتدي يعني يقول فيه كلام حلو ويمكن ندعي له، عشان الناس اللي فعلا بتتعامل فظا وغليظة القلب وبتتعامل بشكل مش كويس تستوعب الكلام ده، لان كلام فعلا مهم. طيب ايه رأيك في لا طبعا الدكتور خالد طبعا يمكن على المستوى الشخصي هو من افضل الناس اللي انا قابلتها في حياتي، وطبعا على المستوى الشعري انا اصنف الدكتور خالد على انه شاعر عظيم. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من برنامج أوراق. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة.